السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد التحليه كتجي رائعه بزاف اللي كنحتاجوا ليها الحليب والفريز، كنحتاجوا ليها البسكوي، اي نوع بسكوي كيعجبكم تقدروا تستعملوه. كنحتاجوا السكر سنيده، كنحتاجوا الدقيق، انا درت هنا دقيق الشعير، وكنحتاجوا الفاني، واحد الفانية، كنحتاجوا هاد جوج ديال الفلون كراميل، وكنحتاجوا زليفات او كويسات باش غادي نحطوا الديسير ديالنا. بالنسبه للفريز غادي ندير ليه شويه ديال السكر دائما كيبقى على حساب الذوق ديالكم نتوما. الا بغيتوا الحلاوه بزاف كتكثروا، ما بغيتوش كتنقصوا الحلاوه. كندير انا الفريز ديالي كنحط عليه السكر وغادي نخليه حيت عندي كونجلي، غادي نخليه حتى يذوب ينقص شويه ديك الجهد ديال داك الثلج، وغادي نطحنو ونصفيه من ديك الزريعه ديالو. من بعد نكمل معكم. كناخذ داك البسكوي كنقطعوه هكا طريفات صغار وكنحطوه في زليفات اولا في الكيسان اللي غادي نقدم فيهم هاد الديسير هذا. صافي ملي كنكملهم كنحطهم على جهه. غادي نجيو للحليب، كندير واحد القريصه ديال الملحه وكندير الدقيق. هنايا تقدروا ديروا النشا او المايزينا. درت هنا 2 معالق كبار عامرين ديال دقيق الشعير، ودرت معلقه ونص ديال السكر سنيده، واحد القريصه ديال الملحه. غادي ندير واحد الشاصيه ديال الفاني. من بعد ما غادي طيب ليا هاد الكريمه، غادي نرد الحليب فوق النار ومع التحراك، ما نحبسوش يدينا من التحراك حتى كطيب لينا ديك الكريمه وكتولي عاقده. ومن بعد غادي نضيف ليها الفاني، وغادي نضيف ليها معلقه ديال الزبده بلديه، انا عندي هنا معلقه ديال الزبده بلديه، وغادي نضيف ليها 2 كويسات ديال الفلون كراميل اللي كيجيو رائعين بزاف. وكنخلطوا الكريمه ديالنا مزيان مزيان. بالنسبه لهاد الكريمه هذه كتجي من ألذ ما يكون، واخا تشوفوها هكا خفيفه راه كتعقد. من بعد ما كتبرد فانا خويتها هنا في الكيسان، تقدروا تخليوها حتى تدفى شويه عاد وتخويوها. انا هنايا زربانه عليها شويه وخويتها هي سخونه. صافي هنايا كنوزعها على الكؤوس ديالي على هذا الشكل هذا فوق داك البسكوي. من بعد غادي ندخلها تبرد، نخليها تبرد، وغادي نوجدوا واحد التفاحه مقشره محيده ليها الزريعه ديالها وكنقطعها كطريفات صغار. واحد 2 بنانات حتى هما غادي نقطعوهم طريفات صغار بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا في الفيديو. ومن بعد غادي نعصر عليهم شويه ديال الحامض باش ما يتاكسش اللون ديالهم. هنايا الفريز ديالي من بعد ما طحنته صفيته من ديك الزريعه ديالو، كما كتعرفوا كتكون فيه ديك الزريعه، فصفيته انا من ديك الزريعه. غادي نضيف ليه شويه ديال الدقيق، معلقه تقريبا ونص ديال الدقيق، وغادي نردو فوق النار حتى هو باش غادي يعقد ليا. كنبقى كنخلط هكايا داك الدقيق مع الفريز حتى كيذوب، ما كيبقاش عاد كنطيبوه. من بعد ما كيطيب هنايا، من بعد ما جبت التحليه ديالي لقيتها جمدات، حطيت عليها داك البنان والتفاح، وهنايا كنخوي عليها ديك الكريمه ديال الفريز بهذا الشكل هذا. كتجي لذيذه بزاف، جربوها ما غتندموش عليها وصحيه. صافي هنايا كنوزع داك الفريز كامل على التحليه ديالي، كنحاول كل واحد كنعطيه حقه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكميه ديال الفريز انا درت تقريبا 250 غرام ديال الفريز. انتم على حساب الكميه اللي بغيتو توجدوا غادي تكونوا كتحكموا في الكميه اللي بغيتو. هنا من بعد ما الكريمه ديالي بردات كنزينها هكا بشويه ديال الكركاع وشويه ديال البسكوي بهذا الشكل هذا. الكركاع كنصهدو شويه في المقيله وكنحطو باش كيعطينا ديك القرمشه حتى كتبرد لينا التحليه ديالنا، عاد كنزينوه بداك البسكوي وداك الكركاع وكتجينا التحليه ديالنا على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه وبنينه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وانا متاكده ان الا جربتوا هذه التحليه راه غتعجبكم 100%. راها لذيذه بزاف. واذا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه ديالي ما تنساونيش بالبارطاج مع العائله والاصدقاء ديالكم والاشتراك في القناه باش تعم الفائده على الجميع وتكبر العائله ديالنا. مع السلامه، الى فيديو جديد ان شاء الله.